مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم حلقتنا كلش بسيطة، راح اشرح على موضوع هواية تجينا اسئلة عليه وهواية بنات يواجهوه، هي الهالات السوداء اللي تصير تحت العين. طبعا هاي الهالات هي لها اسباب، راح احكي اسبابها بصورة مختصرة. بس خلوا ببالكم شغلة، انه الميك اب ما يخفيها 100%، يعني الميك اب ممكن بفترة زمنية معينة يقلل بالوجه، بعدين تقدرين تعالجيها بعدة طرق. اكو اسباب معينة لهاي الهالات السوداء اللي تصير، منها وراثة، منها عامل وراثي، منها كنا نعرف قلة النوم وعدم الساعات الكافية، الكمبيوتر لان كل شيء ياثر على العين. اذا العين ما ارتاحت ممكن يكون مرض بالكلى لا سمح الله، ممكن يكون ايضا مرض بالجهاز المناعة، وهاي الاشياء احنا ما نعالجها بالميك اب. قلت لكم هاي لكل سبب لها يعني لكل مشكله لها حلها، فهاي يفضل انه تروحين. وحتى فقر الدم همينه يسبب الهالات السوداء. من ناحيه الميك اب احنا لازم اول شيء نصحح اللون. ليش؟ لانه تحت العين يكون جلد حساس وجدا رقيق، فما ينفع تحطين اكثر من كونسيلر. يفضل انه اول شيء ترطبين المنطقه مثل ما علمناكم بالحلقه الاولى. ثاني شيء تبدين تحطين الكوركتر اللي هو مصحح اللون، اللي يكون اللون البرتقالي. اللون البرتقالي هو اللون لتصحيح الاسمرار، او حتى بعض البنات يعانون الجفن مالتهم يكون اسمر، فيفضل يحطون اللون البرتقالي وراه يحطون الكونسيلر. الكونسيلر ما يصير او ما يفضل انه انت عندك هالات سوداء تحطين الكونسيلر فوقه. ليش؟ لان الكونسيلر راح يقلب على رمادي، يعني تشوفين جو عينك عبالك صار على رمادي، على رصاصي، فيفضل انه تصححين اللون بالبدايه، بعدين تحطين الكونسيلر اللي هو يكون نفس درجه بشرتك، يعني ما تحطين افتح. اذا حطيتي افتح الالوان راح تتخربط عندك. راح اسوي لكم اشياء بسيطه، اني اعاني شويه هالات سوداء، راح شويه نسويها قدامكم حتى تكون عندكم فكره عن الموضوع. بالبداية راح استخدم عندكم هواية اشياء مصححة، يعني مثلا عندكم باليوتيوب هواية اكو ميك اب ارتست يستخدمون حمرة برتقالي، بس يعني ما مفضل انه انت تستخدمين حمرة برتقالي. اكو مصححات، من المصححات اللي انا استخدمها هي مال ميك اب فور ايفر، هذا الباليت، واكو همينة من NYX هذا المصحح. هذا في اليوم ان شاء الله راح نسوي حلقه نحكي اللون الاخضر شي يسوي، لون البنفسجي شي يسوي، وكل الالوان حتى الاصفر. يعني هاي عجله الالوان، هاي الالوان الاساسيه لتصحيح الوان الوجه. اكو هواي بنات يعانون من حب الشباب واحمرار، هنا حبايه هنا حبايه، يصير شويه احمرار، فهاي العجله تصحح. اليوم احنا راح نحكي عن الهالات وراح نستخدم اللون البرتقالي. انا هسه حاليا حاطه ميك اب صراحه، بس يعني جو عيني كل شيء ما حاطه، فقلت اسويها قدامكم واسويها وياكم شويه نغطي الهالات اللي عندي. راح اخذ هذا اللون، هذا اخر واحد من ميك اب فور ايفر، اني اكيد مرطبه العين. نحط شيء كلش قليل، يعني لانه اني درجه الهالات اللي عندي مو غامقه، ففتشي كلش قليل. لا تفزون اذا شفتوا هيك اللون، احنا بعدنا ما مصلحين ولا دامجين. العين الثانية شوية. ما نحط جوا العين مباشرة، يعني ما نحط جوا الرموش مباشرة، نترك شوية مسافة. هسه راح استخدم الكونسيلر اللي اني استخدمه عادة، همينه من ميك اب فور ايفر، ومن الكونسيلرات الكلش زينة وسعرها مناسب، هو هذا الميبلين. هذا الميبلين فتقدرين همينه تستخدمين، بس يفضل قلت لكم انه يكون نفس لون بشرتكم، ما تحطون كونسيلر افتح ابدا ابدا. هسه فوق الكوركتر احط كمية من الكونسيلر
حتشوفون في التغطية كلش طبيعية، هو هذا المطلوب. يعني احنا ما نريد نغطي بطريقة انه يعني تكون عباك لابسة البنية ماسك. كل ما يكون الميك اب طبيعي كل ما يكون احلى وارقى. انتو اذا تريدون تنزلون عادي ماكو اشكال، بس يفضل انه هاي هيجي تسحبوها حتى ينطي سحبة وتنطي نظافة للميك اب. والصراحة لو تجون علي اني ما عندي اي اشكال احط الكونسيلر اخر خطوة، ما تفرق عندي ايش وقت ما اريد احطه اني احطه. بعض البنات متعلمين ستيب انه فاونديشن كونسيلر اي شادو بلاش وكذا، اني عادي حتى لو احطه اخر شي ما عندي كل اشكال. انزله لي جوا وتالي ها حركة الحلق، يعني انه اني كلش مركزة. اسحبه هسه. بعد هاي بعد لي بس خطوة واحدة ومكياجي يصير كلش بيرفكت، وغطيت الهالات بأبسط طريقة. قلت لكم هذا مو علاج، هذا مجرد كفر يعني إذا عندك مناسبة. بعد الكونسيلر يفضل إنه تغطيه بباودر حر. باودر حر شنو أنتي عندك؟ أني باودر مالتي شفاف بدون لون. تقدرين تستخدمين اصبعك كدمج، تقدرين تستخدمين البيوتي بلندر، تقدرين تستخدمين الفرشة، ماكو شي محدد. وها هي خلصنا وخفينا الهالات السوداء بأبسط شيء اللي هو عالجناها بمعالج اللون بالكوركتر مصحح الألوان، وبعدين نحط الكونسيلر وثبتيه بباودر حتى ما يخطط عندك. ولازم أول شيء أول خطوة أنت مرطبة العين ترطيب كامل، لأنه إذا العين جافة راح يخطط عندك الكونسيلر ومكياجك راح يكون يعني ما يطول عندك، راح يكون فترة مالته قصيرة. فإن شاء الله يا ربي حلقة قصيرة وإن شاء الله عجبتكم. لا تنسون أكيد إذا عجبتكم السبسكرايب. باي باي. مساء الخير، شلونكم؟ شوف فعلتي راسا هسه راح نقول احنا الاول. شلونك؟ شنو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شكومكم زينة. قولي والله. والله زينة. زينة. عباك يم دكتور. زينة. العين الثانية تليفون مسويته سايلنت. اوكي. هسه اكو اسباب معينة. الذبانة.